معرض مهرجان الصيف للفن. وفي اكتر يعني فترته هتكون على مرتين. احنا دلوقتي بادئين من نص 7 لنص 8 ومن نص 8 لنص 9 على دفعتين عشان يكفي عدد الفنانين. هيبقى في الفترتين اكتر من 100 فنان باكتر من 150 عمل فني للفنانين. المعرض النهارده فيه 62 فنان، كل واحد مشارك بلوحه او بلوحتين، وكلهم الحقيقه من يعني على اختلاف اعمارهم واختلاف الاجيال يعتبروا قامات في الحركه التشكيليه. واللوحة دي من اللوحات اللي أنا بحبها جدا، وهي اسمها دانسينج سايد ريفر أو الرقص بجوار النهر. يعني اللوحة هي بتتميز بالتجريد والرمزية. فعندي شخصية مسيطرة اللي هي في النص، وفي شخصيات صغيرة مترقبة، في ريليشن بين الشخصيات. والجزء اللي فوق هتلاقوه ألوان سخنة شوية بتدي دفء وسلام نفسي. الجزء اللي تحت فيه اللون الازرق او الميه وكده بيدي صفاء ونقاء. اللوحه بالكامل بتتكلم عن الرمزيه، وبيبقى دايما الشغل بحب ان يبقى فيه طاقه روحيه يعني. في الشغل بتاعي انا ده كان اتعمل بشكل لايف من الخيال، اتعمل هنا في الجاليري في حضور الناس نفسهم يعني. فده كان من مشهد انا شفته القهوه في القاهره الاسلاميه، يعني في المعز بالتحديد. يعني مكان انا كنت بقعد فيه، بس استدعيته من خيالي وبدات ان انا ارسمه بكل تفاصيله يعني. فلذلك اللوحه اترسمت في الجاليري، فهي موجوده في الجاليري كمان للعرض. يمكن النهارده انا حابه اتكلم عن الفنان هاني عزام. الواحد احيانا لما بيجي يفتح الفيسبوك ودايما بيبقى على الصبح، فدايما هو حظه بقى في الاخبار اللي بيلاقيها او في الحاجات اللي بيشوفها. انا ببقى سعيده جدا لما ببدا يومي بلوحه للفنان هاني عزام. اللوحات بتاعته مصاحبه بكلمات هو بيكتبها. اللوحات والكلمات تحس ان هي مغزوله مع بعضيها. انا بقول له شكرا يا هاني على كل حاجه انت بتكتبها وبترسمها. اللوحة طبعا تعتبر من المدرسة السريالية، وأنا مهتم بحاجة أظهرها دايما، إن الآثار القديمة والأطلال بتاعتها تستدعيها عازفة مودرن تكون لابسة الجينز. فبخلط ما بين المودرن والآثار القديمة، فدايما عندي بعد تاريخي. دي الحاجة التانية الطبيعة بتبقى مع العامل البشري. مشارك بلوحة اللي حضراتكم شايفينها دي. لوحة أنا عن نفسي بعتز بيها جدا، لأن هي بتمثل مرحلة مهمة أوي من شغلي. يمكن الناس عارفين ستايل مختلف، يعني مش مختلف، ابن عمه، لأنه التطور الطبيعي للحاجة الساعة زي ما بيقولوا. إنما الستايل ده أنا بعتز بيه جدا، لأنه بيعبر عن حسني نفسه، اللي هو حسني المنطلق، اللي ما عندوش قيود ولا عنده مدرسة مقيد نفسه بيها. لا، أنا طبيعتي كده بحب الانطلاق، والفن روحه في الانطلاق.
أنا مشاركة بلوحتين. اللوحتين بيتكلموا يعني بيعرضوا التراث المصري، والمصر يعني تعتبر مصر القديمة بكل تفاصيلها، بالتيمات اللي هي موجودة في بلدنا وفي تراثنا. واستخدمت فيهم كلمات من أغانينا المعروفة، يما القمر على الباب، ويا حلو صبح يا حلو طل. هي كلمات وأغاني تراثية شعبية من واقع يعني من واقع الحياة المصرية التقليدية. وأنا كل أعمالي تقريبا بتتكلم عن التراث المصري والحياة المصرية، وبحاول إن أنا أعمل لها إحياء وتوثيق في نفس الوقت.